تريكات تسويق ومبيعات هتفرق معاك. الجزء الثالث: واحد، الناس بتاخد قرار في الغالب وفق توقعاتهم للنتائج المستقبليه والتنبؤ الوجداني. تجاوز انت توقعاتهم بقيمه تلبيه المنتج او الخدمه بتاعتك لاحتياجاتهم. اتنين، برامج الولاء والنقاط والخصومات لعمليه الشراء المتكرره، لان الناس بتاخد قرارات بناء على تحليل التكلفه والعائد. ثلاثة، قدم المعلومات مفصله بس بشكل مبسط وممتع عن المنتج، هتشجع العملاء على انهم ياخدوا قرار الشراء بسهوله. أربعة، قدم منتجات او خدمات مرتبطه ببعض وتكميليه، ده بيعزز ان العميل يستمر في الشراء لاستكمال المجموعه او الحصول على الخدمه كامله. خمسة، الناس ليهم ميل طبيعي لتصنيف نفسهم والاخرين في مجموعات اجتماعيه مختلفه. كون هويه اجتماعيه وجمهور لمنتجك، واعمل ارتباط بالانتماء لمنتجك او العلامات التجاريه بتاعتك. بس نصيحه، اوعى تاخد نادي الزمالك والزملكاويه مثال. ستة، الناس مش بتحب التغيير بسهوله وبتميل اكتر للاستقرار في الاختيار للمنتج اللي يعرفوه. قدم نفسك دايما بطريقه تتناسب مع معتقداتهم وقيمهم الحاليه بدل من تغيير معتقداتهم او سلوكياتهم.